أهلا بيكم معانا النهاردة. يعني هنغوص في موضوع حاسة الشم، علاقتها بالبيولوجيا بالجماليات، وهنستند على كلام من كتاب متخصص قوي في صناعة العطور. وعايزين نفهم سوا إزاي الحاسة دي اللي ساعات بنعتبرها بسيطة بتشتغل، رحلتها إيه عبر التطور، وإزاي يعني بتأثر فينا كده وفي اختياراتنا وحتى في فن زي العطور. يلا بينا نفكك الموضوع ده. أهلا بيكي وبالمستمعين. فعلا حاسة الشم دي يمكن أقدم حواسنا كلها، ويمكن أكتر واحدة مرتبطة بالعقل الباطن، باللاواعي. ولما بنفهم أصولها البيولوجية، ده بيكشف لنا كتير قوي عن تجاربنا كبشر. طيب خلينا نبدأ كده من الأول خالص. الشم ببساطة حاسة كيميائية، يعني بنلقط جزيئات طايرة في الهواء، صح؟ والغريب بقى إن الخلايا المسؤولة عن الشم دي، المستقبلات دي، تقريباً ما اتغيرتش كتير قوي عبر التطور في الكائنات المختلفة. بالظبط. ودي نقطة مهمة جدا. الأهم بقى والأكثر إثارة إن الإشارة اللي بتلقطها المستقبلات دي مش بتروح يعني للمناطق بتاعة الوعي والتفكير في المخ الأول. لا خالص. هي الأول بتوصل لمنطقة اسمها الجهاز الحوفي، وده مركز العواطف بقى والجنس والمتعة والذاكرة كمان. عشان كده يعني الروايح بتضرب في العواطف على طول؟ تماما. بتثير مشاعر وذكريات بشكل قوي جدا، حتى قبل ما احنا نفسنا نحدد الريحة دي ايه او اسمها ايه. بتشتغل الاول على المستوى اللاواعي. سبحان الله. ده يفسر حاجات كتير قوي، لما تشم ريحة فجأة ترجعك سنين لورا أو تغير مودك في ثواني. هو ده بالظبط. وده بياخدنا لنقطة تانية اللي هي تطور الحاسة دي عند الإنسان بالذات. صحيح. معروف إن حاسة الشم عندنا كبشر تعتبر أضعف، يعني أضعف بكتير مقارنة بالكلاب مثلا أو حيوانات تانية كتير. في فرضية كده قريت عنها لواحد اسمه مايكل ستودرت، بيقول إن ممكن ضعف الشم ده كان له دور في تطورنا الاجتماعي. أيوة، الفرضية دي مثيرة جدا للتفكير. بتقول إنه يمكن ساعد على استقرار الروابط الزوجية والعلاقات طويلة الأمد في المجتمعات البشرية الأولى. عشان قلل التأثير، خلينا نقول القهر أو الغريزي البحت بتاع الفرمونات الجذابة. يعني بدل ما ننجذب بشكل أعمى زي حيوانات تانية كتير، بقى في مساحة أكبر للاختيار الواعي والروابط الاجتماعية. ممكن نقول كده. والتغير ده كمان حصل بالتزامن مع تطور الجزء الأكبر والأحدث في مخنا، اللي هو القشرة المخية الحديثة. وده الجزء المسؤول عن التفكير المعقد والتعلم واللغة. وده خلاه سلوكياتنا وتفضيلاتنا بما فيها اللي ليها علاقة بالشم بقت مكتسبة بالخبرة أكتر بكتير، مش مجرد برمجة وراثية وخلاص. طب ده معناه إن الفيرومونات اللي هي الرسائل الكيميائية اللي بنسمع عنها دي ما بقاش ليها لازمة عندنا؟ لا، مش تماما كده. يعني إحنا لسه بننتج مواد ممكن تتصنف كفيرومونات أو شبيهة بيها، وممكن جدا يكون ليها تأثير، بس تأثيره الغير واعي غالبا على الانطباعات الأولية، على الإحساس بالارتياح أو النفور تجاه شخص تاني من غير ما نعرف السبب. يعني لسه في بقايا غريزية؟ بالظبط. لكن الأهم لو قارنا هنلاقي إن الغالبية العظمى من تفضيلاتنا للروائح هي حاجات بنتعلمها، بنكتسبها، خصوصا في مرحلة الطفولة. بتتكون ارتباطات بين روائح معينة ومشاعر أو أماكن أو أشخاص، وده اللي بيخلق التنوع الثقافي الرهيب ده. عشان كده ممكن ريحة معينة تكون مقبولة جدا في ثقافة ومنفرة في ثقافة تانية. تماما. وده بيفتح بقى سؤال كبير: لحد فين تفضيلاتنا دي بيولوجية بحتة، ولحد فين هي ثقافية وبيئية ومكتسبة؟ الموضوع مش أبيض وأسود. والنقطة دي بنشوفها في الطبيعة بشكل مدهش. يعني إزاي النباتات بتتلاعب بالروايح دي. في نباتات بتقلد ريحة فيرومونات حشرات معينة عشان تجذبها ليها وتلقحها. دي خدعة كيميائية يعني. عبقرية تطورية. والأغرب بقى مادة زي الإندول لوحدها ممكن ريحتها تبقى يعني مش مقبولة خالص، شبه الفضلات أحيانا. لكن النبات بيستخدمها بكميات ضئيلة جدا جدا في زهور زي الياسمين وزهر البرتقان عشان تديها عمق وجاذبية معينة. فعلا. والإندول ده موجود حتى في تركيب بعض الروائح البشرية الطبيعية. ده يوريكي قد إيه المكونات دي متشابكة. وفي مثال تاني مشهور قوي اللي هو فطر الكماءة، ترافل. الغالي ده. بالظبط. ده بينتج مادة كيميائية هي نفس الفيرومون بتاع ذكر الخنزير البري. فالخنازير الإناث بتشم الريحة دي وبتنجذب ليها جدا، وتحفر الأرض عشان تطلعه. وبكده هي بتساعد الفطر إنه ينشر الأبواغ بتاعته. تطور مشترك مذهل. طب والزهور العادية بقى، الورد والفل والحاجات دي؟ دي قصة تانية. التطور المشترك بين النباتات المزهرة والحشرات الملقحة زي النحل مثلا أدى لظهور عطور زهرية معقدة جدا. ريحة الوردة الواحدة
ممكن تتكون من مئات المركبات الكيميائية المختلفة، مئات؟ ليه كل التعقيد ده؟ عشان تكون زي إعلان فعال جدا عن وجود الرحيق أو الغذاء، وكمان عشان تكون الريحة دي مميزة كفاية فتجذب نوع معين من الملقحات وتضمن إن حبوب اللقاح توصل للنوع الصح من الزهور. التعقيد ده غالبا هو مفتاح إن الريحة تكون مؤثرة وليها بصمة في الذاكرة الشمية. طيب الكلام ده كله بقى، صناعة العطور الحديثة بتستفيد منه إزاي؟ بتستفيد منه بشكل أساسي. زمان طبعا كانوا بيستخدموا إفرازات حيوانية طبيعية زي المسك والعنبر والكاستوريوم، ودي كانت بتدي للعطر ثبات وعمق وإحساس حيواني جذاب. النهاردة الاستخدام ده قل جدا لأسباب أخلاقية وبيئية، وبقى في بدائل صناعية بتقلد التأثير ده. أو نباتية؟ سمعت عن نباتات ليها نفس الريحة تقريباً. صح، في نباتات زي القسط الهندي أو الكمون أو حتى براعم الكشمش الأسود الكسيس ممكن تدي نفحات شبه حيوانية. الفكرة إن العطارين بيستخدموا المكونات دي سواء صناعية أو نباتية شبيهة بكميات قليلة جدا جدا في العطر، شبه خفية. ليه؟ عشان تدي نفس التأثير القديم من غير ما حد يلاحظ؟ مش عشان تقلد القديم بالظبط، قد ما هي عشان تلمس نفس المسارات العصبية القديمة بتاعة المتعة والاستجابة العاطفية في الجهاز الحوفي اللي اتكلمنا عنه في الأول. يعني بتدغدغ كده حتة بدائية في المخ من غير ما الوعي ياخد باله قوي. بتشتغل على اللاواعي يعني؟ إلى حد كبير. خدي مثال عطر الورد تاني، ممكن 4 أو 5 مركبات أساسية تديكي إحساس واضح بريحة الورد، تمام؟ تمام. لكن اللي بيخلي عطر الورد ده تحفة فنية وليه شخصية وقوة وجاذبية جمالية حقيقية هو مئات المكونات التانية اللي موجودة بكميات تكاد تكون صفرية. التوازن الدقيق ده بين البساطة الظاهرية والتعقيد الخفي المستوحى من الطبيعة نفسها هو ده سر العطر الحلو والناجح. يعني نقدر نقول إن الخلاصة إن حاسة الشم دي ليها خط ساخن ومباشر لعواطفنا وذكرياتنا اللي مش واعيين بيها، وإن إحنا بنحب أو بنكره روايح معينة. ده مزيج معقد قوي بين الغريزة القديمة وبين اللي اتعلمناه واكتسبناه من بيئتنا وتجاربنا، وإن كل ريحة حوالينا سواء طبيعية أو في إزازة عطر بتحكي وراها قصص تطورية عجيبة. بالظبط. ونقطة أخيرة كده ممكن نسيب المستمعين يفكروا فيها، بما إن جزء كبير جدا من اللي بنشوفه جميل في ريحة معينة هو نتاج ثقافتنا وتعلمنا وارتباطاتنا الشخصية، فيا ترى هل في حاجة اسمها جمال شمي مطلق وعالمي كلنا بنتقي عليه، ولا كل الجمال ده في الآخر نسبي ومتشكل حسب برمجة بيئتنا وتجاربنا؟ سؤال مفتوح.